لا تكسل. لماذا ينصحك بأن لا تكون كسولا؟ قال لك فما أبعد الخير على أهل الكسل. لا يصيب الخير الكسول، لا يصيب الخير، لا يصيبه، لا يدركه. ما أبعده، يقول هو فما أبعد الخير على وجه التعجب. اشتد البعد بين الخير وهذا الكسول. وهذا الشيء يعني كان العلماء يعرفونه ويوصون به، أن من أراد سلوك سبيل العلم فلا بد من الاجتهاد. إذا كان لا يجتهد، إذا كان يؤذيه حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيه حسن زمان الربيع، فأخذه للعلم قل لي متى. كان أحد شيوخنا يقول أتعب قدماك فإن تعبا قدماك، ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. لابد. ربنا سبحانه قال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة